السماء مفتوحة لدعاء المظلومين، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المظلوم حتى وإن جهر بالسوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هؤلاء لماذا اعتقلوا؟ ولماذا يحرمون من فرحة العيد؟ ولماذا يحرم أهلهم أيضا من اللقاء معهم؟ أسأل هذا السؤال لمدير منظمة سام للحقوق والحريات توفيق حميدي. هذا الظلم توفيق بسجنهم أولا عدوانا دون تهم دون وجه حق، كيف يزداد هذا الظلم ظلما عندما يحرم هؤلاء من فرحة العيد بلقاء أهلهم وأحبابهم؟ مساء الخير أخي الكريم، وكل عام وأنت بخير وجميع أبناء العالم العربي والإسلامي وأهلنا في اليمن على وجه الخصوص. للأسف الشديد يبدو أن ليل الظلم ما زال طويلا في عالمنا العربي، ويزداد هذا الليل قتامة للأسف الشديد في الأفراح وفي المناسبات مثل شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر المبارك. يبدو أن قلوب السياسيين وأطراف الصراع قد جفت، لم تعد ترى معاناة الأهالي والأمهات والأبناء الذين يفتقدون دفء الأب وتواجده في مثل هذه المناسبة. اليوم ونحن يعني نحتفل بهذا العيد، من المفترض أن يتذكر كل مسلم على وجه الخصوص، كل وطني، كل حر، كل شريف على وجه الأرض، أن يتذكر حق هؤلاء في أن يكونوا بين أبنائهم. وكنا نتمنى حقيقة أن تستغل مثل هذه المناسبات التي في جوهرها اجتماعية، بمعنى أنها للتخفيف عن المعاناة، لنسيان الماضي، لتجاوز الخلافات، ويتم مبادرات لإطلاق مثل هؤلاء المعتقلين. لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم نعهده من قياداتنا أو من المتحكمين في أمرنا وفي شعوب منطقتنا على مدى السنوات الطويلة. اليوم على الرغم من أن هذه الأيام يجب أن تكون أيام مرحمة، يجب أن تكون أيام تسامح، وخاصة مع هؤلاء الذين اعتقلوا لخلفيات سياسية، لا لجريمة اقترفوها، لا لذنب اقترفوه، بل لخلافهم في بعض الأحيان. طبعا في بعض الأحيان هؤلاء ليس لديهم خلاف، إنما احتجزوا كرهائن لدى بعض السلطات. نتحدث عن هؤلاء في السجون اليمنية. أين يتوزع المعتقلون السياسيون في سجون اليمن؟ اليمنيون السياسيون إذا جاز التعبير يتوزعون في سجون جماعة الحوثي، في السجون الانتقالي التي تشرف عليها الإمارات هنالك ما يقارب 45 مخفي قسري، في سجون طارق صالح عضو مكتب مجلس القيادة الرئاسي في الساحل الغربي، في سجون المملكة العربية السعودية هنالك يمنيين معتقلين لخلفيات إعلامية بسبب منشورات. لدينا صحفي ورجال رأي يعتقلوا في اليمن. البعض يعتبر أن الحكم عليه لمدة 4 سنوات بأنه مكرمة، بينما تصل السجون إلى 25 سنة أو 27 سنة. هنالك يمنيين اعتقلوا في سجون الإمارات. هؤلاء على الأقل، ونحن نتحدث عن اليمنيين في المرتبطين في هذه الحرب، لكن يبدو أن القائمين للأسف الشديد على السجون مصابون بمرض سادي، أصبح لديهم التعذيب والتفنن في معاناة الأهالي والمعتقلين على حد سواء، يعتبرونها نوعا من البطولة. يعني ما السبب لكل هذه القسوة؟ يعني الدين الحنيف، ديننا الحنيف يأمرنا بالرحمة بهذه، وخاصة في هذه الأيام، أيام العيد، أيام البركة. كيف قست قلوب هؤلاء الطغاة حتى يحبسوا هؤلاء ويحرموهم من لقاء أحبابهم؟ هنالك عدد من العوامل، من ضمن هذه العوامل التضخيم الإعلامي أو المغالطات الإعلامية إذا جاز التعبير. أخي الكريم، اليوم يستخدم الدين ويستخدم الوطن من أجل كمبرر من أجل ممارسة كل هذه الانتهاكات باسم الدين
وباسم العدوان وباسم مقاتلة أمريكا وباسم مقاتلة اليهود يتم إنزال صنوف العذاب على اليمنيين في سجون جماعة الحوثي، باسم الانتماء إلى جماعة متطرفة أو للإخوان أو للعدوان أو لجماعة الحوثي يتم إنزال صنوف العذاب بالمعتقلين في بقية السجون. اليوم للأسف الشديد الدين الذي يدعونا إلى المرحمة، يدعونا إلى المسامحة، يدعونا إلى تجاوز الماضي، يدعونا إلى المساعدة، تحول لدى هؤلاء إلى وسيلة وإلى سبب للبطش، لأحكام الإعدام، لمزيد من التعنت. يعني للأسف الشديد وأنت تسمع لمعاناة أو لقصص المعتقلين في السجون تجد أنهم يعذبون باسم الدين. واليوم أيضا يعني نحن في 26 كان من يونيو من كل عام العالم يحتفل باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. للأسف يعني أن يكون في بلادنا العربية هذا النوع من الظلم المحرم قانونا وشرعا وما زال يمارس في سجوننا. هل هناك شواهد على ذلك في السجون اليمنية؟ الشواهد بالعشرات بالمئات. يعني نحن حاليا في سام نعكف على سلسلة سوف تصدر قريبا، ربما يصدر العدد الأول منها بعد عيد الأضحى المبارك. هذه السلسلة فكرتها أن تحول الانتهاكات الحقوقية إلى نمط أدبي، إلى قصص أدبية. حكى المعتقلون ماذا وجدوا في السجون ثم سلمت لمحرر يكتبها بصيغة قصصية بحيث يسهل تداولها ويعرف العالم العربي والإسلامي والغربي ماذا عانى هؤلاء في السجون. أحيانا المعتقلين لا يستطيعون إيصال رسائلهم، تحبسهم الدموع، الأوجاع، المعاناة، الذكريات، فلا يستطيعون البوح. ولذلك نحن نحاول من خلال هذه السلسلة أن ننقل هذه المعاناة من خلال الكلمة، من خلال القلم، ونقدم لليمنيين على وجه الخصوص والعالم العربي والإسلامي جزء ولو بسيط مما عانه هؤلاء داخل السجون. والأكبر أخي الكريم من ذلك وهي نقطة في غاية الأهمية، أن الذين يعذبون ويعتقلون بعد أن يفرج عنهم يصدمون بالواقع الجديد. لا أحد يهتم بهم ولا بصحتهم ولا بأوجاعهم النفسية ولا بحالتهم المادية، لدرجة أن أحدهم يقول كنت أتمنى أن أبقى في السجن ولا أخرج لهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل هذا يستوي فيه يعني الشمال والجنوب في اليمن، سواء من أفرج عنه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو من أفرج عنه حتى في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي أو مناطق الحوثي؟ طبعا الحالات التي تطلب مساعدات بعد الإفراج تقريبا في كل المناطق تقريبا، لكن في النهاية يحصل بعض المعتقلين على مساعدات وفق معايير تمييزية إذا جاز التعبير، بمعنى بسبب موقعهم أو قرابتهم أو من يوصلهم إلى مصادر القرار. البعض ترك اليمن، اليوم يعيش حالة شتات إما في مصر أو في تركيا أو في ماليزيا، ولا يدري كيف يصرف أو يقضي حياته، لأنه حياة ما بعد السجن صادمة حقيقة. لم يعد يرى الناس الذين كانوا هم أنفسهم الذين كانوا قبل المعتقل. سوق العمل لم يعد يرحب به لأنه كان في السجن. اندماجه بالناس، حالات صحية في جسده، حالات نفسية يعانيها، كوابيس إلى غير ذلك. وهذه لفتة أيضا يجب على الناس أن يتنبهوا لها في العيد، يعني أن يخرج بالمعتقل ثم لا يجد ما يكفل به على أسرته سواء من مأكل أو ملبس أو بهجة، خاصة في أيام العيد. وبالتالي هذه تجعل المسؤولية مضاعفة سواء على المجتمع المفترض أن يكون الحاضنة الرحيمة أو على الدولة والسلطات التي تسيطر على الأرض التي يوجد عليها هؤلاء المعتقلين أو ما مسؤولية المجتمع اليمني عن هؤلاء؟ هل المجتمع اليمني في كل بقاع اليمن مع هذه الظروف الصعبة التي يعيش فيها اليمنيون من فقر، من حرمان، من انعدام للأمن،
هل هناك مبادرات يستطيعون أن يقوموا بها وخاصة في هذه الأيام، في أيام العيد؟ حقيقة نحن في إصدارنا للبيان التضامن مع المعتقلين مع ضحايا التعذيب كنا واضحين جدا، وقلنا لابد من إنشاء هيئة مستقلة للعناية بالمعتقلين وأسرهم سواء قبل الإفراج أو بعد الإفراج. لكن في الناحية الثانية المجتمع يقوم بجهد كبير، هنالك منظمات خيرية، هنالك رجال خير، هنالك الميسورين الذين يعني قادرين أن يقدموا شيء، هنالك رابطة مثل رابطة أمهات المختطفين تقوم بجهد لا بأس به. لكن التحدي كبير جدا، يحتاج إلى إمكانية دولة، يحتاج إلى صندوق خاص بهؤلاء يمول من الخزينة العامة للدولة، ويفتح باب التبرعات الداخلية والمحلية، لأن عملية التضامن ليست آنية. أحيانا بعض المعتقلين يحتاج إلى علاج طويل، يحتاج إلى سفر خارج البلد إلى خارج اليمن، يحتاج إلى إمكانيات طبية كبيرة، وبالتالي التضامن موجود لكن يبقى محدود ما لم يتحول إلى تضامن مؤسسي دائم من قبل الحكومة ونشطاء والميسورين داخل المجتمع اليمني. الاعتقال السياسي في اليمن، أنت قلت بأنه الآن في هذه الظروف يبدو بأن المعتقلين السياسيين يعيشون أصعب أوضاعهم خاصة في العيد. هل هذا جديد على المجتمع اليمني؟ يعني في تاريخ اليمن هل كان الاعتقال السياسي بهذه الدرجة من الانتشار كما هو في السنوات الأخيرة؟ طبعا شهد اليمن حالات متعددة، سواء خاصة ما يتعلق بالصراع على السلطة، سواء كان في جنوب اليمن أو في شمال اليمن. إلى حد الآن، إلى حد اليوم، هنالك أسر تتواصل معنا لديها مخفيين قسريا من أخفوا في إبان صراع علي عبد الله صالح، بمعنى قبل 35 سنة. وهنالك أناس يتحدثون عن مخفيين قسرا في صراع 86 الذي حدث بين طرفي الحزب الاشتراكي اليمني في عدن، وهنالك مخفيين في زمن أكثر عمقا من السبعينيات والصراع الذي حدث بين قحطان الشعبي إلى غير ذلك. لكن عملية الانتشار بهذا الحجم وبهذا الكبر لا أعتقد أنها كانت موجودة بنفس الحجم بنفس السعة الموجودة حتى هذه اللحظة. اليوم هنالك الآلاف حقيقة في السجون، هنالك أيضا المئات مخفيين قسرا لدى السجون هنا وهناك لا يعلم مصيرهم. قبل أيام تواصل معي مجموعة من الآباء، أبنائهم كانوا يقاتلون في الحد الجنوبي في معسكرات تمولها المملكة العربية السعودية ومحسوبين على المملكة العربية السعودية، وبسبب سوء خلاف اعتقلوا هؤلاء الأبناء وإلى حد اليوم مخفيين. البعض تواصل مع آبائهم والبعض لم يتواصل، لا يعلمون مصيرهم، هل هم أحياء أم هم أموات. وبالتالي نحن نعيش يعني وجع اجتماعي وأسري لا يمكن أن يتخيله أحد. نتمنى من المسؤولين، من أصحاب القرار، من أصحاب السلطة يتواضعون قليلا، يفتحوا آذانهم قليلا ليسمعوا هذا الأنين، هذا الوجع، ليبصروا حال الأمهات وهن يعتصمن أمام النيابة العامة أو أمام رئاسة الوزراء إلى غير ذلك. يعني تصور في وقفات عدن يصطدمن الأمهات عندما يلتقن بالمسؤولة ويقول لا نعلم عن هذا الموضوع، يا لطيف. ملفات يعني عن ماذا يعلموا إذا ما كانوا يعلموا بمعاناة الأسرى والمعتقلين؟ يعني بماذا يهتمون إذن؟ أخي يهتمون بأمرين اثنين في اليمن للأسف الشديد، بالحساب البنكي وبالشقة خارج البلد. هذا اليوم هي الأولوية الكبرى، الحساب البنكي الذي يوفر له مبلغ مالي من الداخل ومن الخارج، والشقق التي المنتشرة هنا وهناك ليؤمنون حياة أسرهم. أغلب المسؤولين اليوم لم تعد أسرهم تعيش داخل اليمن، ولم يعد يفكروا بتاتا بالعودة إلى اليمن أو العيش في اليمن. استقر حالهم إما في أوروبا. تصور حتى في أوروبا مسؤولين أبنائهم مقدمين لجوء،
تصور الى اي درجه اصبحوا يبحثون عن الاموال وعن تامين مصير ابنائهم، بينما الافراد العاديين البسطاء الوطنيين. طيب إذن لماذا لا يتركوا مناصبهم لمن يستحقها؟ لماذا لا يتركوا هذا المنصب الذي من المفترض فيها يدافعوا عن هؤلاء ويؤمنوا حقوقهم، خاصة في العيد، والحق الأساسي والأكبر هو الإفراج عن هؤلاء؟ السؤال الآن توفيق، لماذا لا نرى مبادرات الإفراج عن هؤلاء في العيد؟ يعني هذه اللفتات الإنسانية حتى في أوروبا في أعياد الميلاد بعض السجون تفسح مجال للقاء الأسر، وحتى في زيارات أيضا، يعني إفراج مؤقت ليفرح هؤلاء في أعيادهم مع أسرهم. لماذا لا نرى ذلك في بلادنا؟ أخي الكريم، للأسف الشديد أصبح مجتمعات الحرب قاسية، يعني بهذا الوصف ربما قليل على ذا، مجتمعات قاسية بكل ما تعني الكلمة. المبادرات فيها شحيحة جدا، هنالك حالة من الانقسام المريع للأسف الشديد. المعاني الإنسانية غابت، يعني اليوم الحسابات الأمنية، الثقافة الأمنية، البوليسية هي المسيطرة اليوم، يعني ما الذي يدفع جندي جندي واقف في نقطة من النقاط أن يشهر سلاحه ويقتل رجل عائد إلى بيته من أجل 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 3000 ريال؟ يعني هذا الأمر لم يكن في اليمن. اليوم أصبحت النساء التي كنا معززات مكرمات مثل بلقيس اليمن يعتقلن ويعذبن ويخفين قسرا، هذا على سبيل المثال. اليوم المسؤولين اليمنيين هؤلاء لم يأتوا من رحم الدولة، لم يأتوا حقيقة، هم أشبه بمرتزقة سطوا على هذه الدولة، ليس لديهم ثقافة الدولة، يمكن أن يتحدثوا أو يستحوا على أنفسهم. اليوم يعني أحسن حاجة هي قلت يستحوا على أنفسهم ويتركوا هذا المنصب لمن يستحقه. نقطة، لو لاحظت في أي منتدى يمني يعقد في الخارج ستجد أن قيادة الأحزاب والسياسيين الذين كانوا قبل 8 سنوات يتحدثون عن المنصة دون أن يعتذر واحد منهم لليمنيين، ونحن نعلم أنهم مخطئون وارتكبوا وبسبب أفعالهم أوصلوا اليمن إلى هذا المستوى، ومع ذلك ما زالوا يتشدقون وما زالوا ينظرون للإفلات من العقاب ويريدون أن يضمنوا مناصبهم في المستقبل. نحن نعيش حالة استثنائية معقدة جدا جدا جدا، يعني للأسف الشديد ما زالت النفايات السياسية هي التي تسيطر على الوضع القائم. على كل حال أنتم في منبركم، المنبر الحقوقي المهم توفيق، تقومون بدور مهم جدا بتوثيق هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم وتسليط الضوء عليها، ونحن أيضا من منبرنا هذا نحاول أن نذكر هؤلاء الذين في مناصبهم، الذين ربما لا يعرف أحد منهم متى سيزول هذا المنصب، متى ربما قد يقاسي نفس المعاناة التي يقاسيها مسجون ظلما في سجونه، قد يقاسيها اليوم. هذه الأيام كما يقول المثل دوارة. شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي، مدير منظمة سام للحقوق والحرية.